السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المهلبية بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، وفي 10 دقايق هتكوني عاملاها بقوام كريمي طعمه روعة. من أحلى وألذ الطرق اللي ممكن تعملي بيها المهلبية، هي قوامها كريمي مختلف جدًا عن المهلبية العادية بالنشا. بجد كريمية بطريقة رهيبة، بجد طعمها حاجة كده روعة، وكل ده بسبب مكون واحد بس. وكمان تقدري كمان تعمليها بكذا طعم، هاقول لِك على كل المكونات. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا حطي لايك وتعالي نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا نص لتر من اللبن اللي هو الحليب، ما يعادل كوبايتين ونص من مج الشاي العادي. هبدأ أضيف عليهم معلقتين كبار من الدقيق. بجد يا جماعة الدقيق بيفرق جدا في قوام المهلبية، هيديها قوام كريمي مختلف جدا عن اللي بالنشا. وكمان هحط مقدار أصغر من النشا، يعني هحط معلقة واحدة بس من النشا، معلقة كبيرة من النشا. يعني خلي مقدار الدقيق ضعف مقدار النشا. بجد الدقيق هو اللي هيديها القوام الكريمي، بجد هيوديها لك في حتة تانية خالص. ومعايا 4 معالق كبار من السكر، وطبعًا السكر نسبي ممكن يزيد أو يقل على حسب ذوقِك. هابدأ أقلب المكونات كويس جدًا على البارد لحد ما تدوب وتختلط كلها مع بعض، عشان ما يكونش فيها أي تكتلات. وبعد ما قلبتها كويس جدًا هابدأ أرفعها على النار على طول. هابدأ أرفعها على نار متوسطة مع التقليب المستمر. ما ينفعش توقفي تقليب إطلاقًا عشان تحصلي على قوام كريمي وناعم. لازم تفضلي تقلبي باستمرار عشان ما يحصلش أي تكتلات في قوام المهلبية. كمان ممكن يحصل تكتلات وتبدأ تترسب معاكِ في القاع، وتبدأ غصب عنِك المهلبية تشيط منِك، فبالتالي هيكون طعمها مش حلو خالص. زي ما أنتم شايفين كده بافضل أقلِّب باستمرار، وزي ما أنتِ شايفة بدأ الخليط يتقل معايا، وفي نفس الوقت قوامه ناعم وكريمي جدًا. هنا القوام كان خلاص تقل معايا زي ما أنتم شايفين وبدأ يطلّع فقاقيع، يبقى هنا خلاص الخليط استوى معايا كويس جدًا. بعد كده باطفي النار وبابدأ أضيف عليهم معلقة كبيرة ونُص من الزبدة. بافضل أقلِّب لحد ما الزبدة تدوب معايا في الخليط كويس جدًا. وطبعًا الخليط بيكون سُخن فبيدوّب الزبدة بسرعة، وزي ما أنتم شايفين كده قد إيه القوام كريمي وناعم. الخليط ده أنا هاعمله بنكهة الفانيليا، فحطيت معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ممكن كمان تحطي فانيليا بودر المتوفر عندِك. بعد كده باخد الخليط وهو سخن لسه، بابدأ أفضّيه في طبق تاني. زي ما أنتم شايفين كده قد إيه هو قوامه كريمي وناعم وما فيهوش أي تكتلات. ولو حصل معاكِ أي تكتلات ممكن تضربيه بالهاند بلندر أو حتى بالخلاط، المهم يكون معاكِ قوام ناعم. وفي نفس الوقت كمان ممكن تصفّيه، يعني الأسهل ليكِ اعمليه. بعد كده بقى هاضيف عليه المكون اللي هيودّي المهلبية في حتة تانية خالص، هيدّيها قوام أنعم وهو الكريم شانتيه. ضِفت عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه. أي نوع كريم شانتيه عندِك سواء كان مُغلّف أو كان خام، المتوفّر عندِك هتضيفيه. هتبدئي تضربيهم كويس جدًا بالمضرب الكهربائي. لو مش متوفّر عندِك مضرب كهربائي هتبدئي تضربيهم بالمضرب اليدوي عادي جدًا، مش هياخدوا منِّك وقت ولا مجهود. وخلّي بالِك هنا الخليط لسه سخن زي ما هو، أنا مش بردته وبعد كده بدأت أضيف الكريم شانتيه زي ما بنعمل في بعض الحلويات. لأ، الخليط وهو سخن ضِفت عليه الكريم شانتيه وبدأت أضرب لحد ما أوصل لقوام أنعم. زي ما أنتم شايفين قد إيه القوام ناعم جدًا. بجد الكريم شانتيه بيودّيها في حتّة تانية خالص، بيخلّيها قوامها أنعم وأحلى في الطعم كمان. بعد كده هابدأ أفضّيها في الأطباق اللي معايا. طبعًا لو متوفر عندِك أطباق أو كاسات أو كوبايات أي حاجة منهم هتنفع، المتوفر عندِك هتستخدميه. عايزة أقول لِك كمان لو أنتِ مش حابة تستخدمي الكريم شانتيه أو مش متوفر عندِك، ممكن تعمليها عادي من غيره، ممكن تستغني عنه عادي جدًا وهتطلع من إيديكِ برضه حلوة. هنا في الأطباق هابدأ أملى أطباق كاملة من المهلبية بنكهة الفانيليا، وأطباق تانية هاملة نُصّها بس، يعني هاملة نُصّها بنكهة الفانيليا ولسه هاكمّل عليها بنكهة الشوكولاتة اللي هاقول لكم مقاديرها كمان شوية. بعد كده هابدأ أدخّلها التلاجة لحد ما تتماسك معايا. وتعالوا بقى بينا نحضّر المهلبية بطعم الشوكولاتة. المهلبية بالشوكولاتة هي نفس مقادير المهلبية بنكهة الفانيليا، بس بتختلف في مكون واحد بس. يعني هتحطي كل المكونات اللي احنا حطيناها في نكهة الفانيليا مع اختلاف مكون واحد وهو الكاكاو أو الشوكولاتة. لو انت هتضيفي كاكاو هتبدأي تضيفيه مع المكونات اللي احنا حطيناها دلوقتي اللي هو الدقيق والنشا والسكر، وتبدأي تقلبي وتبدأي ترفعيهم على النار. لكن لو هتعمليها بنكهة الشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده، انا بعد خلاص ما خلصت الخليط وتقل معايا على النار وكمان حطيت الزبدة، بدأت أحط عليه نُص كوباية من الشوكولاتة زي ما أنتم شايفين معايا كده. بجد الشوكولاتة بتدّي طعم أحلى كمان من الكاكاو. لكن لو أنتِ حابة تضيفي كمان الكاكاو وعايزة تغمّقي لونها عن كده، هتبدئي تضيفي معلقة كبيرة من الكاكاو في الأول قبل ما تبدئي ترفعي على النار. بعد كده هنكمّل نفس المراحل اللي إحنا عملناها في نكهة الفانيليا. بعد كده ضِفت معلقتين كبار من الكريم شانتيه وبدأت أضرب كويس زي ما أنتم شايفين لحد ما اتحولت معايا لقوام ناعم.
بعد كده هابدأ أضيفها في الكاسات، أنا في كاسات زي ما قُلت لكم كده هاعملها لوحدها بنكهة الشوكولاتة ولوحدها بنكهة الفانيليا، وفي كاسات هاعملها mix ما بين الفانيليا والشوكولاتة، وأنا باحب جدًا فكرة إن يكون الmix ما بينهم الاتنين، زي ما أنتم شايفين كده أنا هنا خلاص كانت طبقة المهلبية بنكهة الفانيليا، كانت الطبقة مسكت معايا، ما ينفعش تضيفيها ولسه طبقة المهلبية ما مسكتش عشان ما يتداخلوش مع بعض، بعد كده بدأت أضيف عليهم على طول المهلبية بطعم الشوكولاتة. بعد كده هابدأ أدخّلهم التلاجة لحد ما المهلبية تتماسك معايا ويبقى قوامها متماسك أكتر. عايزة أقول لِك كمان إنِّك ممكن تضيفي أي صوص بتحبيه، سواء صوص كراميل أو صوص شوكولاتة أو صوص فراولة على المهلبية، بتدّيهم طعم حلو جدًا وطعم مميز، تحسّي إنِّك بتاكلي حاجة كده مختلفة عن المهلبية المعتادة. وعايزة أقول لِك كمان ممكن تعملي المهلبية بنكهة الكراميل، إنِّك تحطّي السكر يتكرمل الأول وبعد كده تبدئي تضيفي عليه بقية المكونات. وممكن كمان تعمليها بطعم القهوة، بجد بتبقى طعمها حلو جدًا، بتحطّي معلقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان مع المكونات، لو أنتِ من محبين القهوة بجد هتعجبِك جدًا. بجد يا جماعة من أحلى وألذ الطرق اللي ممكن تعملوا بيها المهلبية، طعمها روعة، كريمي زي ما أنتم شايفين كده قوامها مختلف عن المهلبية اللي متعودين عليها بالنشا، بجد من أحلى وألذ الطرق اللي ممكن تعمليه بيها. ده ميكس الشوكولاتة والفانيليا، بجد أنا باحب الميكس ده جدًا، بس طبعًا ليكِ حرية الاختيار سواء كنتِ عاوزاها بالفانيليا أو بالشوكولاتة بس، بجد الطعم روعة، كريمي، حاجة كده مش قادرة أوصفها لِك قد إيه كريمية وناعمة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.